بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض ستيك اللحمة المشوي بطريقة سهلة وبسيطة، من غير بقى ولا فحم ولا دخان ولا اي حاجة. والنتيجة هتطلع معاكم اللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده، والنتيجة كده رهيبة روعة، والطعم حكاية. واللون مش عايزة اقول لكم، اللون بيتكلم عن نفسه. حاجة مفيش أحلى من كده ولا أروع من كده. بس لو أول مرة تنوروني وتشرفوني في قناتي، ياريت تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب، وكلمة حلوة منكم بتسعدني. ولو مشتركتوش عندي اشتركوني، نوروني بالاشتراك عشان تدخلوا عندي في قناتي. هتلاقوا وصفات جميلة هتعجبكم، ولا تحتاروا ولا حاجة ولا تفكروا. ادخلوا بس كده في وصفاتي، هتلاقوا احلى حاجات هتعجبكم. دلوقتي هنشوف خطواتنا مع بعض. عندي هنا اللحمة، هتروحي للجزار يديكي لحمة شوي يقطعها لك رفيع كده، وبيكون فيها نسبة من الدهون عشان خاطر تحلي قطعة اللحمة معاكي وانتي بتاكليها كده، بتخليلك طعمها جميل جدا جدا جدا. والنهاردة طريقتنا سهلة وبسيطة، مش محتاجة اي حاجة. عندي هنا جوز الطيب مع حبة ملح مع حبة فلفل مع حبة روزماري كده. التتبيلة بسيطة جدا جدا. ما عندكيش فلفل اسود وملح شغال بس، هتطلع تحفة وحكاية. طبعا الملح كتير شوية، انا شلت منه شوية، وهنخلط كل البهارات بتاعتي مع بعضها. ويا دوب بس كده انا هرشها على اللحمة وادعكها بيها كده وخلاص على كده. ممكن تعملي الخطوة دي من قبلها بيوم، او ممكن تتبليها التتبيلة دي كده وتشيليها في الفريزر وتطلعيها على الشوي على طول براحتك. انت لو بتجيبي كمية وتعملي كده وشغالة عادي، اعملي كده وتطلع معاكي جميلة جدا جدا جدا. هو كل اللي هتعمليه يا دوب تديها الرشة وتدعكيها زي ما قلت لك، وتغطيها في التلاجة وتسيبيها اقل حاجة حوالي 4 ساعات. او ممكن زي ما قلت لك تفرزيها. دلوقتي هنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل خطواتنا ازاي. عندك طاسة، عندك جريلا اللي موجود عندك تعملي فيها. هتحطيها على النار، لازم تسخن كويس قوي. اول حاجة هنزل بيها الزيت، وفي تركية دلوقتي هنحطها مع الزيت هتدينا لون اللحمة اللي انت شفتيه الجميل ده. الزيت تحوريه كده في الطاسة او في اي جريلا او في اي حاجة عندك عشان ما تلزقش. ولازم الطاسة دي او الجريلا تكون سخنة. ما ينفعش تحطي اللحمة وهي باردة، هتنزل ميتها ومش هتطلع معاكي بالنتيجة اللي انت شفتيها. طبعا دلوقتي هنحط اللحمة، ومش عايزة اللحمة تتحط تكون ملزقة في بعضها، لا انا عايزاها تكون واخدة راحتها. هي كده كده هتكش شوية معايا، وهنضيف اللي انا عايزاه. بمعلقة من الزبدة هنحورها على جوانب اللحمة وعلى الجوانب بتاعة الجريلا كده، عشان خاطر تسيح معايا وتتكرمل معايا، وتبقى اللحمة جميلة بنفس اللون اللي انت شفتيه معايا. اهو نلف كده الزبدة كده هتسيح معايا. وما شاء الله ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم الريحه طالعه روعه وحكايه، مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده. شايفين الزبده بدات تعمل لون ازاي؟ هناخد بقى بالمعلقه من السوائل من الدهون اللي عندي السخنه دي كده، ونحطها على ايه؟ على اللحمه. شايفين زي ما انتوا شايفين نديها صدمه كده. الريحه طالعه قلب المكان، واصله لسابع جار زي ما بيقولوا. ادي اللحمه صدمه من فوق كده. بقى في عندي مكان فاضي تضيفي بقى قطعه من اللحمه كمان. شايفين لون اللحمه لما قلبناها طلعت جميله ازاي؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم في الحلاوه دي؟ اقلبي اللحمه وادي لنفسك مساحه. لو عندك قطع لحمه تاني ماشي ضيفيها جنبها كده عشان تستوي مع بعضها. اهو هنضيف القطعه اللي باقيه كده من اللحمه، وباقي كمان قطعة دلوقتي هنوسع لها مكان ونضيفها برضو ونحطها معاهم. ادي اللحمة كلها بتاعتي انا حطيتها. طبعا لو عاملة اكتر من كده عادي، حمري جزء وشيله وحطي تاني، مفيش مشكلة خالص. بس النتيجة وهم حكاية، في 10 دقايق هتحضريها بجد. يا دوب بتتبل، ونفس الخطوات البسيطة بتاعتنا دي كده. تبدأي بقى وتقلبيها، وتقلبي القطعة التانية، وتاخدي وتقلبي شمال ويمين لحد ما تديكي اللون. هي ما بتاخدش سوا كتير. عندك بقى شيري طماطم صغيرة، يا سلام يا سلام، ارمي جنبها. طبعا انا ما عنديش الشيري طماطم الصغيرة، نقيت اصغر طماطم عندي وجبتها. قرن فلفل بقى كده حراقين باردين براحتك انتي، حسب ذوقك وحسب اكلك. ارميهم معاهم كده وياخدوا يدوا مع بعض. هي ما بتاخدش وقت على النار. بس انا هعمل ايه عشان تكمل سواها وتبقى تمام قوي قوي قوي، وتبقي ضامنه السوا بتاعها؟
هنقلبها الاول لما نتاكد ان هي خلاص اتحمرت كده نفس اللون اللي انت شايفاه ده من جميع الجوانب. تتاكد ان هي اتحمرت خلاص وبقت تمام. نغطي عليها دقيقتين 2 بس، انا عايزاها تعرق كده مع نفسها وتستوي. هنعمل التركية الجميلة بقى اللي تخليها لنا احلى من المحلات. عندي فحمية كده على النار، كنت حطاها سخنة في ورقة فويل كده او في اي حاجة، وشوية دهون من اللي نازلين منها وحطيهم على الفحمية تطلع الفحم وتاخد وتدي مع نفسها. وشايفين الجمال والحلاوة. لايك وشير كده وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم يا حبايب قلبي، ويوصلكوا كل جديد، وتدعموا قناتي. انا طبعا في الوقت ده كنت عملت شويه رز سخنين كده عشان ولادي عايزين الرز. انت ممكن تاكليها بعيش تمام قوي قوي، لكن انا ولادي عايزين شويه رز، عملت لهم شويه رز مفلفلين وحلوين. شايفين الرز مفلفل الجميل ازاي؟ عملت حبه رز كده روعه مع التوميه، وشايفين لون اللحمه مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. وزي ما قلت لكم التقديم اهم حاجه، ما تبقيش عامله الوصفه جميله قوي قوي. ايه رايكم في اللون ده؟ ما تبقيش عامله الوصفه جميله قوي قوي وتروحي تقدمي اي حاجه، لا بالعكس، انت ممكن تبقى عامله حاجه بسيطه وتقدميها تبقى جميله. عود بقدونس عندك تحت كده، تحطي شويه جرجير، اي عود خضره موجود عندك وقدمي. طلعي بقى الطماطم بتاعتك مع الفلفل مع الحاجات الجميله اللي احنا عاملينها دي كده. اهم حاجه ما تنسونوش باللايك والشير، لو لسه قاعدين ومش حطيتوش اللايك يلا حطوا اللايك بسرعه. تعملوها كده وتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. وبألف هنا احلى حبايب واحلى متابعين، هتعجبكم ان شاء الله وصفتي الجميله دي السهله البسيطه اللي في 10 دقايق هتجهزيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.